تخيل ان انت عندك صانع محتوى شغال عندك 24 ساعه، بيتابع كل الاخبار الترندي وبياخد احسن خبر منهم، بيروح يكتب له بوست وكمان بيولد له صوره ويبعت لك على التليجرام يسالك هل انزل البوست ده والصوره دي ولا لا، ولو انت قلت له تمام نزل بيبدا ان هو ينشرها على كل منصات السوشيال ميديا الخاصه بيه. وتخيل ان كل ده مجانا. ده المشروع اللي احنا هنعمله النهارده باستخدام الذكاء الاصطناعي وباستخدام اداه زي NetN. طيب ليه اخترنا اداه NetN بالتحديد؟ لان NetN واحده من اقوى ادوات الاتمته الاوبن سورس، بتديك مرونه غير محدوده ان انت تقدر تربط بيها اي API انت عايزه، زي مثلا جروك API اللي احنا هنستخدمه النهارده. والاهم من كل ده ان هي بتديك الحريه التامه ان انت تعمل لها هوستنج في اي مكان انت عايزه، سواء على سيرفر خارجي او حتى عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك. يعني تقدر ان انت ترفع الورك فلو بتاعك على اي سيرفر خاص بيك ويفضل شغال 24 ساعه. طيب انا ما عنديش VPS، فازاي هقدر ان انا اجيب VPS؟ طبعا ما فيش اقوى من هوستنجر ان احنا نشتري من عندهم VPS. طيب ليه انا اختار هوستنجر وبرشح لك هوستنجر؟ اولا شركه هوستنجر هي من اكبر شركات الهوستنج الموجوده حوالين العالم، ومش محتاج ان انت يكون عندك اي خبره عشان تعمل انستول NetN على السيرفر بتاعك، الموضوع بيتم بتكه زرار واحده بس. ده غير كل ده ان هم عاملين خصومات بتوصل ل 68%. طيب تقدر تشترك في هوستنجر من اللينك اللي هتلاقيني سايبه لك في الوصف تحت، هيفتح لك بالظبط الصفحه زي اللي انت شايفها قدامك دي. هننزل لتحت ونختار الخطه اللي تناسبنا. انا برضو برشح لك الخطه اللي اسمها KVM2. انا شايف ان هي بتديك احسن موارد وفي نفس الوقت بسعر محترم جدا. انك انت تاجر سيرفر او جهاز كمبيوتر ب 400 جنيه في الشهر ده مش رقم. بعد كده هنختار الخطه اللي احنا عايزينها، فانا زي ما قلت لك هختار KVM2. هدوس على اختيار الخطه، هيبدا يفتح معاك صفحه الدفع. بس في حاجه مهمه جدا اوعى تنساها هنا علشان هديك خصم زياده على الخصم اصلا اللي هم عاملينه. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تيجي هنا هاف ا كوبون كود، وكل اللي عليك ان انت تكتب احمد سامح وتدوس ابلاي، وهتاخد خصم 10% اضافي اصلا على الخصومات الحاليه. وحاجه مهمه تطمنك ان هوستنجر بيديك 30 يوم تقدر ان انت تسترجع فيهم اموالك 100%. يعني تقدر ان انت تشترك في الخطه وتشغل VPS وتشغل الورك فلو بتاعك وتتاكد ان كل حاجه شغاله تمام ومفيش اي مشاكل. ولو كل ده ما حصلش تبعت لهم وتقول لهم انا عايز فلوسي تاني، يرجعوا لك فلوسك مش ناقص منها اي حاجه. يعني انت معاك شهر تجرب فيه كل حاجه وتكون مطمن. بعد لما تشترك وبتعمل الاكونت بتاعك كل اللي عليك ان انت تعمله بس ان انت تخش هنا على VPS. بعد كده هتدوس على جيت VPS وهنختار KVM. هيبدا يقول لك ان انت تختار اقرب مكان ليك، فانا بالنسبه لي اقرب مكان كده كده هيكون في اوروبا، سواء في المانيا او في اي مكان. انت ممكن تختار السيرفر اللي انت حابه. فهيبدا يقول لك ان انت اختار انت عايز تعمل انستول لايه على VPS ده او على السيرفر الخاص بيك ده. فانت ممكن تختار اي اوبريتنج سيستم انت عايزه، مفيش مشكله. ممكن مثلا اوبنتو، تختار اي اوبريتنج سيستم انت عايزه. واهم حاجه ان انت تيجي عند الابلكيشنز، وده اهم حاجه ان انت تعمل انستول NetN. هو بيعمل انستول NetN عن طريق دوكر، فالموضوع بيكون سهل جدا. انت مجرد بتختار زي كده وبعد كده هنعمل سيلكت وهتستنى شويه وهترجع للVPS. هنا تلاقي ان انت فعلا الVPS اتعمل عندك بكل سهوله. مش بس كده، ده كمان معمول لانستول NetN عليه. كل اللي علينا ان احنا نيجي بقى نعمل مانج للVPS بتاعك وبعد كده مانج اب اللي هو NetN، وهيفتح معاك الورك فلو بتاع NetN او الداشبورد بتاعت NetN الطبيعيه خالص. طيب تاني، فايده الVPS هي ايه؟ فايده الVPS ان المفروض ان انت لو ما استخدمتش VPS ان انت تعمل ديبلوي للبروجكت بتاع النهارده او لNetN على الجهاز الكمبيوتر بتاعك. فلازم جهاز الكمبيوتر بتاعك يبقى شغال دايما عشان المشروع ده يشتغل. طيب انا جهاز الكمبيوتر بتاعي مش عايزه يبقى شغال دايما، فانا بروح اجر سيرفر او باجر جهاز كمبيوتر عندي شركه زي هوستنجر زي ما احنا عملنا من شويه كده، علشان الجهاز ده عندهم بيفضل شغال 24 ساعه، فالمشروع بتاعي ده بيفضل شغال 24 ساعه. فانت سواء تقدر ان انت تستخدم طريقه هوستنجر، تقدر ان انت تستخدم طريقه ان انت تعمل ديبلوي على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، تقدر تستخدم اي VPS تاني، مفيش اي مشكله، دي حاجه اختياريه ليك انت. طيب عشان نبدا بقى نعمل ورك فلو في NetN، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نيجي هنا عند كرييت ورك فلو. حلو قوي، عملنا كرييت دلوقتي الورك فلو بتاعنا. هو اصلا بقى تعالوا نشوف الورك فلو بتاعنا هيمشي ازاي. انا هخلي AI بتاعي يروح لموقع من اشهر مواقع اللي بتعمل اخبار او بتنزل اخبار تكنولوجيه في العالم، هخليه يجيب اجدد الاخبار. بعد كده اخد اجدد الاخبار دي ابعتها لنموذج ذكاء اصطناعي. بالمناسبه انا بقى كل ده مجانا. نموذج الذكاء الاصطناعي ده هياخد الاخبار دي يطلع منهم اهم خبر، وبعد لما ياخد اهم خبر يبدا ان هو يكتب بوست على الخبر ده، وكمان يكتب لي برومبت للايمج علشان اقدر ان انا اولد صوره. وبعد كده هاخد البرومبت ده اروح لنموذج تاني ذكاء اصطناعي اولد عنده الصوره دي، وبعد كده اخد الصوره واخد البوست وابدا ان انا ابعتهم لي انا على التليجرام، عشان انا سواء اوافق عليهم او ارفض البوست ده. ولو وافقت عليهم فهم هيبداوا ينزلوا على السوشيال ميديا عندي بكل سهوله. بحس ان الموضوع صعب صح؟ بس احب اقول لك الحاجه، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا وهنعمله كله في الفيديو ده. طيب تعالى نبتدي واحده واحده يا صديقي العزيز. اول حاجه انا عايز السيستم بتاعي ده يشتغل كل يوم الساعه 4. فانا كل اللي انا هعمله هاجي هنا عند البلس، عندنا حاجه اسمها سكيجول اللي هي اون سكيجول، دي هندوس عليها
وهنا هنختار احنا عايزينه يشتغل امتى. فانا عايزه يشتغل كل يوم، ماشي. فهاجي هنا اختار عند دايز، وهاجي هنا اختار يوم واحد، وهنا بقدر ان انا احدد الساعه اللي هو يشتغل فيها. فتعالى مثلا الساعه 4، وهنا لو انت عايز تحط مثلا 4 ونص 4 و5 كده، لا انا عايزه 4 بالظبط، وهرجع ادوس هنا اكس. كده التريجر ده كل يوم الساعه 4 هيشتغل. فكل يوم الساعه 4 البروجكت بتاعي ده هيشتغل لوحده، يعمل العمليه اللي قلت لك عليها دي لوحده. طيب حلو قوي. بعد كده والله بعد كده عايز ابدا اروح ان انا اجيب الاخبار. طيب انا هجيب الاخبار منين؟ انا هجيب الاخبار اللي ليها علاقه بالتكنولوجي من الويب سايت ده اللي هو اسمه تيك كرانش. طيب هتقول لي هو انت ازاي هتجيب الاخبار؟ بص يا صديقي، في حاجه اسمها الفيد بتاع الموقع، FEED. طيب دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن الداتا اللي بتنزل على الموقع اخر مثلا 10 اخبار، اخر 20 خبر، كل موقع وليه النظام بتاعه. فانت لو جيت هنا كده، طبعا مش شرط كله يبقى نفس ال URL، هو عامه معظم المواقع اللي موجوده هي ليها الفيد ده. طيب هعمل سلاش فيد وادوس انتر، هتلاقيه ان هو فتح لي جيسون لانجويج او جيسون فايل. الفايل ده فيه اخر اخبار نزلت. طب حلو قوي. انا كل اللي هعمله ان انا اخد اللينك ده، مش ده اللينك اللي فيه الاخبار اللي احنا عايزينها، يبقى هاخده كوبي وهرجع تاني لانت ان. طيب التريجر اللي انا هجيبه هنا اسمه ايه؟ والله التريجر اللي انا هجيبه هنا اسمه RSS. طيب هنجيب تريجر بتاع RSS ريد، هحطه كده. هيقول لك هنا حط لي بس اللينك بتاع الويب سايت او اللينك بتاع الفيد. فهنعمل بيست لللينك اللي احنا لسه واخدينه الناحيه الثانيه. وعايزه تيست بقى، انا عايزه تيست ان هو هيجيب لي فعلا الاخبار. طب اتست ازاي؟ شايف كلمه اكسكيوت سيت اب؟ لو انا دوست عليها اللي هي لونها برتقاني، هتلاقي ان في الاوتبوت هو فعلا رجع لك 20 حاجه. ال 20 حاجه دي عباره عن اخر 20 خبر نزلوا على الموقع. حلو قوي. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب اخر 20 خبر ليهم علاقه بمجال التكنولوجيا. ده كلام جميل جدا. طبعا تقدر ان انت تحط اكتر من مصدر، مفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي معايا 20 خبر، هل تفتكر، خلي بالك دول 20 ايتم، يعني انا لو عايز ابعت ريكويست للاي اي موديل بتاعي فانا كده هبعت له 20 ريكويست؟ طبعا ده كلام مش منطقي. طب ايه رايك ان احنا نحط تريجر، التريجر ده يجمع ال 20 ريكويست دول او ال 20 ايتم دول يحطهم في ايتم واحد بس؟ حلو قوي. هنعمل كده ازاي؟ والله عشان نعمل كده التريجر بتاعنا اسمه اسمه اجريجيت. مجرد ان انا احطه هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان ده الانبوت بتاعك اللي هي الار اس اس ريد، والاوتبوت طبعا لسه مش موصلينه بحاجه. بس الانبوت بتاعنا هنا اهم حاجه ان احنا نقول all item data، علشان انا عايز كل الداتا اللي جايه لي اقدر ان انا اخرجها. مش عايز فيلد واحد، او مش عايز مثلا ان انا الكرييتور بس او التايتل بس، لا انا عايز الكرييتور والتايتل واللينك وكل الكلام ده يطلع لي من الناحيه الثانيه مع بعض في ايتم واحد بس. طب تعالى نعمل اكسكيوت برضه عشان نشوف الاوتبوت بتاعنا بقى عامل ازاي. بص يا صديقي العزيز، بقى ايتم واحد بس، داخل لك 20 ايتم اهو، طلعوا لك ايتم واحد. يبقى انت كده هتبعت ريكويست واحد بس للموديل بتاعنا. طيب حلو جدا. يبقى انا كل تريجر بحطه بعمل عليه اكسكيوت عشان اتاكد ان التريجر ده شغال تمام. طب كلام جميل قوي. الموديل بقى بتاع الذكاء الاصطناعي، ايه موديل مجاني ممكن انت تستخدمه؟ اولا مفيش اي مشكله، استخدم اي موديل انت عايزه في API، مفيش اي مشكله. انا عن نفسي هستخدم جروك، وهستخدم موديل اللاما من جروك عشان بيوفر لي الريت بتاعه او الليميت بتاعه، يعني ليميت كبير قوي على البروجكت اصلا ده، فانا هستخدم جروك. طيب حلو قوي. عشان نستخدم جروك كل اللي احنا نعمله يا صديقي العزيز ان احنا نكتب جروك او جروك كلاود ونخش على الويب سايت بتاعهم. طيب هنعمل اكونت على الويب سايت وبعد كده هيفتح معاك بالشكل ده. كل اللي عليك ان انت تعمله قبل بس ما تعمل اي حاجه، تعالى اوريك المودلز اللي موجوده. دي المودلز اللي موجوده عندنا الفور فري. وعندك هنا ده الريكوست بير مينت، ده الريكوست بير داي، ده التوكنز بير مينت، ده التوكنز بير داي. فموديل مثلا زي لاما ده انت عندك 1000 ريكوست ممكن تبعتها في اليوم، 30 ريكوست تبعتها في الدقيقه، 12000 توكن تبعتهم في الدقيقه، 100000 توكن في اليوم. فطبعا الليميتس دي كبيره اصلا جدا عند البروجكت بتاعنا، فعشان كده انا هستخدم الموديل ده. طيب هستخدمه ازاي؟ هاجي عند اي بي اي كيز وهعمل كرييت اي بي اي كي وهدي له اي اسم، انا مثلا هدي له انت ان، وبعد كده هدوس على سبميت. هنا هيديك الاي بي اي كي بتاعك. طيب انا حاليا معايا الاي بي اي كي بتاعي اللي هو انت ان ده، فانا مش محتاج ان انا اعمل اي بي اي كي. وبعد كده هنرجع على انت ان تاني. طيب التريجر اللي انا احطه دلوقتي اسمه ايه؟ بص يا صديقي، احنا عايزين نبعت حاجه اسمها اتش تي تي بي ريكويست. هنبعت ريكويست للسيرفرات بتاعه الجروب وكمان نستقبل منه الريسبونس بتاعنا. طب حلو قوي. تعالى كده ندوس على علامه البلس وتعالى نكتب اتش تي تي بي. هنلاقي ان فعلا عندنا اتش تي تي بي ريكويست، هدوس عليها.
هيبدا يقول لك الميثود اللي انت عايزها ايه، من غير ما نخش في ايه هي انواع الميثودز والفرق ما بينهم. بس الميثود هنا نختار هو بوست. حلو جدا. قال لك اديني اليو ار ال اللي انا المفروض اروح ابعت له الريكوست دي. طيب ادي اليو ار ال يا معلم. كده كده كل حاجه هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن او في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي في ريب فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها. وبالمناسبه اليو ار ال ده اصلا جروك هو اللي مديهوني في الدوكس يعني، بس بدل ما انت تخش وتعمل عليه سيرش وكده انا هجيبه لك على طول. طب حلو جدا. بعد كده والله احنا ما عندناش اوثنتيكيشنز، بس احنا عندنا هنبعت حاجه اسمها هيدر وبادي. فانا هاجي هنا هقول له ان انا هسند هيدر، وتعالى نشوف الهيدر ده هنحط فيه ايه. هو انا مش في اي بي اي انا جبته وانا لازم ابعت الاي بي اي ده مع الريكوست؟ حلو قوي. طيب انا في النيم هنا هيبقى اسمها اوثرايزيشن. حلو جدا. طب في الفاليو بتاع الاوثرايزيشن ده ايه؟ هنكتب كلمه بارير، وخلي بالك ان دي كي وورد فلازم تكتبها زي ما هي بنفس السبيلنج، وبعد كده نعمل سبيس واكتب الاي بي اي بتاعك عادي خالص. انا عن نفسي عملت بيست للاي بي اي. حد يجي يقول لي هو انت الاي بي اي بتاعك هتحطه كده عادي؟ اولا ده اي بي اي فري انت ممكن تجيبه، ثانيا ده اصلا مش الاي بي اي كله، مش كامل، فما تحاولش ان انت تنقله. طيب هبعت ايه تاني؟ هدوس كده على اد هيدر عشان اضيف هيدر 2، ومحتاجين ان احنا نبعت حاجه اسمها الكونتنت تايب. فهنكتب في النيم هنا الكونتنت تايب، وفي الفاليو ابلكيشن سلاش جيسون. طيب حلو جدا. كده انا خلصت الهيدر خلاص، انا مش محتاج ابعت هيدرز تاني، ممكن نقفل دول. وتعالى بقى نخش يا معلم على البادي، ودي اهم حاجه. بص انا في البادي هنيجي هنا ماشي هنختار جيسون مفيش اي مشكله، بس في السبيسيفاي بادي هندوس عليها ونختار يوزنج جيسون عشان انا عايز ابعت جيسون. حلو جدا. هتلاقي ان هو فتح لك ان انت تبدا ان انت تكتب جيسون هنا. خلي بالك من حاجه، انا عايزك تيجي هنا وهو هيبقى متعلم على الفيكسد، انا عايزك تتعلم على الاكسبريشن. حلو. حلو جدا. طيب وهنا هتعمل بيست للجيسون كود اللي انا هسيبه لك في الديسكربشن ده في السيستم برومت الخاص بينا. طيب هدوس كنترول في واعمل بيست للاكسبريشن بتاعنا. كلام رائع جدا. حلو قوي. انا كده خلاص خلصت، انت مفيش حاجه تانية ممكن تعملها. عايزه تيست هل انا قادر ان انا اتواصل مع جروك اي بي ايز او جروك كلاود ولا لا. طب تعالى نعمل اكسكيوت للسيت اب. هو دلوقتي داخل لها انبوت ايه؟ داخل ال 20 خبر بس داخلين في ايتم واحد. تعالى كده نعمل اكسكيوت للسيت اب، ندوس على الزرار البرتقاني ده ونشوف الاوتبوت بتاعنا هل في ايرورز ولا لا. حلو جدا. ما اداناش ايرورز، ادانا ريسبونس. وخلي بالك بقى في الريسبونس دي بقى فيها ايه. تعالى كده بس نقرا الريسبونس. قال لك طب تعالى نشوف الخبر اللي هو اختاره. اولا هو اختار خبر من مارك زوكربيرج. حلو جدا. والخبر ده بيقول لك ايه؟ مارك زوكربيرج يتنبأ بان مليارات الناس سيكونون لديهم وكلاء ذكاء اصطناعي في شخصيين في 5 سنوات، وسوف يصبح وكلاء الذكيين وسوف يصبح الوكلاء جزء من حياتنا اليوميه. وهذا التطور سوف، انا بس عشان الكلام مش واضح فالموضوع صعب في القرايه يعني، بس قال لك وهذا التطور سوف يغير من طريقه تفاعلنا مع التكنولوجيا. ما هو الاثر التي سوف تتركها هذه التغيرات على حياتنا؟ وحاطط لك كام هاشتاج وحاطط لك ايموجي. كلام رائع. مش بس كده، ده كمان عمل لك ايمج برومت وكتب لك الايمج برومت بالانجلش، عشان انا هنا قايل له ان انا هيجي لك حاجه معينه انا عايزك ترد عليها بالطريقه دي وبالطريقه دي. وخلي بالك ان الموديل اللي قلت لك عليه اللي احنا هنستخدمه اهو لاما 3.3 70 بي. طيب ده كلام حلو جدا. انا كده جالي البوست وجالي الايمج برومت، البرومت كمان بتاع الصوره، وانا ما عملتش اي حاجه، انا ما بعملش اي حاجه، كل ده هيشتغل اوتوماتيك. طيب ازاي هقدر ان انا اولد الصوره؟ خلي بالك ان هم دلوقتي جايين لك، هم جولك يعني الكونتنت جالك والبرومت بتاع الصوره جالك وكل حاجه، بس جايين لك في وان ايتم. فانا محتاج اعمل تريجر. التريجر ده زي ما هنا انا كنت بجمعهم، انا محتاج اعمل تريجر تاني يفرقهم. بس خلي بالك التريجر اللي هيفرقهم المره دي هو كود جافا سكريبت احنا هنكتبه. فانا هاجي هنا وادوس على علامه البلس وهقول له والله بعد اذنك ان انا عايز اكتب كود، وهقول له ان انا هكتب كود عن طريق جافا سكريبت، وهنكتب الكود ده اللي برضه هتلاقيني سايبه لك في الديسكربشن. طب كلام رائع جدا وجميل. تعالى كده نعمل اكسكيوت عشان نشوف هيعمل ايه الكود ده. بص اول ما ادوس اكسكيوت حلو قوي، ده قسم لي كل حاجه، قسم لي الايمج برومت وقسم لي البوست كونتنت وقسم لي التايتل بتاع البوست ده كلام رائع وجميل جدا. طيب يبقى انا دلوقتي عايز ابعت الايمج برومت ده لنموذج ذكاء اصطناعي تاني يقدر ان هو يولد لي الصوره. ده كلام جميل. طيب عشان نبعت اي حاجه لنموذج ذكاء اصطناعي فمحتاجين ان احنا نعمل HTTP ريكويست. دوس علامه البلس واكتب HTTP وهقول له والله انا عايز HTTP ريكويست. ركز بقى هنا، المره دي الميثود بتاعنا هو جيت.
حلو قوي. وغير الجيت احنا ما عندناش هيدرز، ما عندناش بادي، بس في الاوبشن مهم جدا ان احنا نيجي عند الاد اوبشن ونضيف ريسبونس، وننزل تحت في الريسبونس فورمات نقول له ان احنا هنعمل ريسبونس او هيترد علينا بفايل، وتحت هنا طبعا نقول له ان الاوتبوت بتاعنا هو داتا. طب حلو جدا. اللينك اللي انا هحطه هنا هو ايه؟ بص يا صديقي العزيز، خلي بالك برضو ان انت في اللينك هتيجي الاول تعلم على اكسبريشن وهتحط اللينك ده. تعالى بس افهمك هو ده لينك عباره عن ايه. ده لينك عباره عن في ويب سايت، ده اسم الويب سايت. الويب سايت ده بنقدر ان احنا نولد صور من غير اصلا اي بي ايز ومن غير اي حاجه، هو انت بس بتبعت له اللينك وبتبعت له البرومبت اللي انت عايزه، وهو بيولد لك الصوره وبيرد عليك بيها. بس ده كل اللي بيحصل. فاحنا هنا ده اللينك بتاع الويب سايت، وبعد كلمه برومبت سلاش ده، شايف الجزء بالاخضر ده، ده البرومبت بتاع الصوره اللي هو هيجي لي من هنا، اللي هو اصلا الموديل هيطلعه لي. طب كلام حلو قوي. تعالى كده نعمل اكسكيوت عشان نشوف الصوره اللي هيولدها هو ايه. بالمناسبه الموديل المستخدم هنا هو فلوكس، هو مش اقوى حاجه، بس خلي بالك ده موديل فور فري. احنا كنا بنتكلم ان انت هتعمل كل ده ببلاش، مش هتصرف جنيه واحد. طبعا لو انت هتستخدم موديلز مدفوعه فالموضوع هيكون الكواليتي اللي هتطلع احسن بكتير. طيب تعالى بس نعمل اكسكيوت عشان نشوف هيجي لنا ايرورز ولا لا. عملت اكسكيوت، حلو قوي، هو رد عليك بداتا فعلا. تعالى كده نعمل فيو للداتا اللي هو رد علينا بيها دي. حلو، ولد لي صوره انا بالنسبه لي رائعه. هي طبعا كده كده صوره باين ان هي متولده بالاي اي، بس انا بالنسبه لي ما فيهاش مشكله. ده حاجه خبر هينزل كل يوم، فانا ما عنديش اي مشكله. حلو قوي، بقى معايا البوست، بقى معايا الصوره، مش ناقص حاجه غير ايه؟ ان انا انزلها على السوشيال ميديا. بس ثواني يا هندسه، انا عايز برضو يبقى ليا الكنترول. فايه رايك نعمل بوت على التليجرام ونخلي الاي اي بتاعنا يبعت لنا على التليجرام، او نخلي السيستم بتاعنا يبعت لنا على التليجرام البوست والصوره، واحنا نبدا نقول له موافقين او مش موافقين. لو موافقين ينشرهم على السوشيال ميديا، لو مش موافقين ممكن بقى تشوف انت تقدر ان انت تغير، تقول له ولد لي الكلام تاني، ولد لي الصوره تاني، ولد لي البوست نفسه تاني، غير لي الخبر. هنقدر نعمل كل ده. بس لو عايزين نتعمق اكتر في الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس عشان نكمل الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش تعمل لايك. طيب انا كده بالنسبه لي هدوس اكس هنا، وتعالى نبدا نروح نعمل البوت اللي على التليجرام. طيب هنفتح تطبيق تليجرام. انا مش عارف الموضوع هيكون موجود على الويب سايت ولا لا، بس هو المفروض يكون موجود على الويب سايت. يعني انا اصلا مش عامل لوجن بالتليجرام على هنا يا شباب. انا ما بستخدمش تليجرام خالص اصلا، فانا ما اعرفش ايه القنوات اللي انا فيها دي، بس ما علينا. كل اللي انت عليك ان انت تعمله، هنعمل بس سيرش على بوت فازر، وخلي بالك ان انت تخش على اول واحد اللي هو عليه علامه التوثيق. طب حلو جدا. بعد كده والله كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تدوس ستارت. حلو جدا، عملنا ستارت. طب بعد الستارت هو بيبدا ان هو يقول لك اصلا لو انت عايز تكريت نيو بوت اعمل سلاش نيو بوت. تعال ندوس كده على سلاش نيو بوت. قال لك اول رايت، ابدا بعد اذنك ادي نيم للبوت ده او ادي له اسم. فانا مثلا هخليه اسمه تك نيوز بوت مثلا، بدوس له انتر. قال لك حلو جدا. قال لك تعالى نختار يوزر نيم للبوت بتاعك ده، ولازم ينتهي بالاخر خالص بكلمه بوت. لايك مثلا تتريس بوت او ماشي ايا يكن، هو بيديك اكزامبل للاسم يعني. طيب انا كتبت قلت ان اليوزر نيم هيكون ماي تك نيوز بوت. تعال نبعتها. هل هينفع؟ قال لك سوري ان البوت ان الاسم ده موجود، مش مشكله. تعال نقول له مثلا تحط تك اندرسكور بوت مثلا، او تحط نيوز بوت اندرسكور نيوز بوت. غالبا ده مفيش اسم ده، فقال لك خلاص، قال لك دن وكونجراتيليشنز وعمل لك البوت بتاعك. طيب اداك حاجه مهمه جدا اول ما بعت لك المسج دي، اداك حاجه اسمها ال HTTP API. دي اهم حاجه احنا كنا عايزينها. طيب تعالى بس كده بقى نبحث عن البوت ده اللي هو البوت بتاعنا. هنلاقي ان فعلا البوت بتاعنا موجود. تعالى نعمل ستارت. قال لك تيك نيوز بوت، لا ده هو ده البوت بتاعنا. حلو جدا، طبعا مفيش اي حاجه حصلت. طيب يا شباب محتاجين ان احنا نجيب بس الاي دي بتاع الحساب بتاعنا، فبرضه هندوس على يوزر انف بوت ونخش على اول بوت ده وندوس له ستارت عشان يبعت لنا الاي دي بتاعنا، وهنلاقي الاي دي وهو ده الشات اي دي الخاص بينا. طيب حلو جدا. خلي بالك ان احنا جينا هنا وفعلنا المحادثه مع الشات بوت او مع البوت بتاعنا. بعد كده رحنا لليوزر انفو ده وقلنا له ان احنا عايزين نجيب الاي دي بتاعنا. طب كلام حلو قوي. طيب تعالى نرجع بقى ان تاني عشان نبدا ان احنا نربط التليجرام بتاعنا. فوالله هندوس علامه البلس، هنلاقي اصلا ان احنا عندنا نود اسمها تليجرام. فاقول له والله ايوه انا عايز تليجرام. طيب هيفتح معانا بالشكل ده. كل اللي احنا عايزين بس تعالى نعمل سيرش كده على فوتو. فهنيجي هنا ونقول له بعد اذنك ان احنا عايزين نعمل فوتو في لا. نقول له فوتو. هتلاقي ان انت عندك سند فوتو مسج، ندوس عليها. حلو جدا. هيبدا ان هو يطلب منك شويه داتا. الشات اي دي، نروح نجيب له الشات اي دي بتاعنا عادي خالص.
حلو. بعد كده نيجي هنا ونحط الشات اي دي بتاعنا هنا. لا هو ده كده مش كله الشات اي دي، انا عايز بس الرقم في الاول. طيب هنعلم هنا على الباينري فايل، وطبعا هنقول له داتا. ليه باينري فايل؟ عشان احنا برضو الداتا اللي بتجي لنا من هنا هي عباره عن باينري، فلازم نيجي هنا ونقول له باينري فايل. ده كلام جميل جدا. طيب تعالى بقى ندوس هنا ان احنا نعمل سيت اب. فتعالى نعمل سيت اب ونحط الاكسس توكن الخاص بينا. طبعا الاكسس توكن اللي كان موجود في البوت فازر هنا اين ذهب؟ اهو. ماشي، هو اتاخد كوبي خلاص من. طيب هو اتاخد كوبي، خدنا كوبي ونحطه هنا. بعد كده طبعا نعمل سيف. قال لك انه سكسسفول، حلو قوي، هيقفل دلوقتي زي الفل. طيب تعالى بقى ننزل عند الاديشنال فيلدز عشان عايزين نبعت احنا دلوقتي بنبعت الصوره، احنا عايزين كمان نبعت الكابشن او الكلام. طيب عشان نبعت الكابشن او الكلام هنعمل على اد فيلد. حلو. ونقول له يا معلم ان احنا عايزين نبعت الكابشن. وفي الكابشن بقى هنحط ايه؟ ركز في الحته دي. بص، هنيجي عند الانبوت هنا ونيجي عند الجيسون، هنلاقي ان احنا عندنا اصلا البوست كونتنت. انا هاخد البوست كونتنت ده شده من هنا واحطه في الكابشن. فانا كده بقيت هبعت الكابشن مع اصلا المسج بتاعتي. حلو جدا، رائع. تعالى كده نعمل اكسكيوت ونشوف هل هيشتغل ولا مش هيشتغل. حلو. قال لك ان في مسج جات لي، وانا فعلا في مسج جات لي. هنفتح كده التيك نيوز. بص يا معلم، بعت لك ايه؟ بعت لك صوره وقال لك سوف يصبح الوكلاء الذكيين الشخصيين جزء من حياتنا اليوميه. مارك زوكربيرج يتنبأ بأن مليارات الناس سيكون لديهم وكلاء ذكاء اصطناعي شخصيين في 5 سنوات. هذا التطور سوف يغير من طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، وما هي الآثار التي سوف تتركها هذه التغيرات على حياتنا. وحط لك ايموجي وحط لك شوية هاشتاجز تحت. عامة انت لو غيرت السيستم برومبت بتاع اللي بيوصل لجروك، فاصلا الكلام ده كله هيتغير. وممكن انت تظهر لك حاجة تانية بنفس السيستم برومبت. ف يعني انت جرب لحد ما تطلع حاجة بالنسبة لك مناسبة. انت ممكن تخليه ان هو يكتب حاجة بطريقه تانية، بس انا شايف ان الطريقه دي كويسه. طيب بس قبل ما انشر اصلا البوست على السوشيال ميديا، انا عايز للبوت هنا اضيف زرارين. زرار ان انا اوافق او ارفض على نشر البوست ده. طب تعالى نعمل كده. طيب تعالى نرجع تاني للانت ان، وتعالى نرجع تاني للنود الخاصه بالتليجرام. والله هفتح النود الخاصه بالتليجرام كده. طيب هدوس فين؟ شايف بقى الريبلاي مارك اب دي؟ لازم تبدا ان انت تشغلها. طب هنختار انهي في دول؟ هنلاقي عندنا حاجه اسمها انلاين كيبورد. حلو جدا. يبقى هتلاقي عندك هنا بقى في الانلاين كيبورد هندوس على اد كيبورد رو، واول رو ده هنعمل فيه اد بوتون، والبوتون ده هنحط فيه مثلا ابروف. هكتب هنا ابروف وهعمل اد بوتون تاني عشان نحط الزرار التاني بتاع الريجكت. حلو كده. يبقى انا حطيت دلوقتي الابروف والريجكت. طبعا تقدر تكتب اي حاجه مكانه مفيش مشكله يعني. تعالى كده نعمل اكسكيوت عشان نجرب ان احنا نشوف هل الزرار هتظهر ولا لا. قال لك بروبلم نود باد ريكوست بليز تشيك يور بارامترز. احنا نسينا نعمل الاديشنال فيلدز. طيب هندوس على اديشنال فيلدز، هندوس على اد فيلد، بعد كده هنختار يو ار ال، وبعد كده يا معلم هنحط الاكسبريشن ده اللي برضو هتلاقي الاكسبريشن ده موجود في الديسكربشن تحت. طيب نيجي على بوتن 2 نعمل برضو نفس الكلام اديشنال فيلدز، وبعد كده اد فيلد يو ار ال، وهنحط الاكسبريشن ده. حلو جدا. طيب تعالى نجرب نعمل اكسكيوت كده تاني. عمل اكسكيوت، بعت الرساله تمام اهو. الرساله جات لي بابروف وبروجكت، اقدر ان انا ادوس سواء اوبن او ريجكت زي الفل. طب حلو قوي. طيب تعالوا نغير اصلا اليو ار ال يا شباب من هنا. تعالوا نوقفه بس عشان لسه شغال. ونيجي هنا ونغير، بدل ما هو في البوتن بدل ما هو يو ار ال، لا انا هشيل اليو ار ال ده وهنخليه كول باك داتا. ندوس هنا نخلي دي ابروف، ونفس الكلام نعمله هنا برضو، نخليه كول باك داتا ونخليه هنا ريجكت. ده هيبقى احسن من اليو ار الز يعني، ده مش هيفتح اصلا لينك للرابط او كده. طيب حلو قوي. احنا كده عملنا الكول باك، بس الكول باك ليه طريقه مختلفه شويه. فتعالوا كده بقى هنعمل تريجر جديد. فهاجي في اي مكان هنا كليك يمين واعمل اد نود، وطبعا هنكتب هنا تليجرام عادي خالص، وهننزل تحت على التريجرز وعايزين تليجرام فين كول باك كويري. طيب فانا هختار هنا الكول باك كويري. حلو قوي. قال لك ان انت اختار التليجرام اكونت، انا اختار التليجرام اكونت ده. انا طبعا كول باك كويري زي ما هي. طيب هدوس هنا على الاكس. حلو. انا كده عندي بص نود جديده خالص اهي لوحدها. طيب طبعا هاجي بقى احفظ امسح اسف الديليت دي، وهمسح الويت والاف دي دلوقتي مش عايزهم، بحطهم تاني بس كمان شويه. وانا الكود بتاع المسار ده عملنا المسج بتاعتنا وطلعنا الاخبار ومش عارف ايه وبعتنا الحاجه على التليجرام. طيب هنقف لحد هنا، وبعد كده هنبتدي بقى من التريجر ده. فتعالى بقى ندوس هنا بلس. طيب هنيجي هنا وبعد كده نقول له ان احنا عايزين اف بعد اذنك. نيجي كده عند الاف. حلو قوي. طيب في فاليو 1 يا شباب هنحط الاكسبريشن ده. حلو. طبعا في فاليو 2 هنحط ابروف. طيب حلو جدا. يبقى دلوقتي احنا عندنا هنمشي اما في الترو يا اما في الفولس. طيب يا شباب احنا كده بقى معانا الكونتنت اللي احنا هنعمل له شير. انا حاليا هعمل بس جروب على التليجرام، وهبدا او تشانل على التليجرام يعني، وهبدا ان انا انشر عليها الاخبار دي عشان يبقى الاخبار تنزل على التليجرام اوتوماتيك لوحدها.
والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنعمل شير وهنربط فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وكمان ديسكورد، ان تبقى الاخبار بتنزل على كل منصات السوشيال ميديا دي لوحدها، مجرد ان انا ادوس ابروف بس، عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فتعالى نربط مع بعض التليجرام بتاعنا. طيب تعالى هنا، تعالى نعمل تشانل جديده، غالبا من هنا، ايوه نيو تشانل. وهنسمي التشانل، لازم اضيف فيها حد؟ غالبا لا، ماشي مش هضيف فيها حد. هنسميها ايه؟ هنسميها، طبعا نحط صورة اللوجو بتاعنا ونقول له يس. حلو قوي. تعالى بس نخلي دي تبقى احمد، والاس هنا كابيتال، والسي برضو هنا كابيتال. كلام هايل. حلو، تعالى نعمل نيكست. عملنا التشانل بتاعتنا كله زي الفل. تعالوا نخلي بقى البوت بتاعنا ده يبقى ادمن في التشانل اصلا. نيجي عند الادمنز ونيجي عند اضافه ادمن جديد، نحط البوت بتاعنا اللي هو اسمه تك. ايوه هذا هو البوت بتاعنا، ونقول له يس. البوت دلوقتي بقى ليه صلاحيات عندنا. طيب عملنا التشانل بتاعتنا، تعالى نرجع تاني للتليجرام. تعالى نشيل الجيت فايل دي عشان مش محتاجه دلوقتي. طيب تعالى ندوس علامه البلس هنا، وتعالى نكتب طبعا تليجرام، وهنا يا معلم نقول له مسج، نقول له سند ا مسج. طيب وفي الشات اي دي هنا هنكتب الشات اي دي بتاع التشانل بتاعتنا. طيب تعالوا بس نخلي التشانل بتاعتنا تكون بابليك، وفي البابليك تعالوا نختار بس اليوزر نيم للتشانل بتاعتنا. فتعالوا نقول مثلا ANG. حلو جدا، يبقى ده اليوزر نيم بتاعنا. طيب هنيجي بقى هنا في الشات اي دي ونحط اليوزر نيم بتاعنا ده. طبعا هنيجي عند الفوتو هنا ونختار فين الصورة بتاعتنا. تعالى نختار بس جيسون عشان نشوف فين الصورة بتاعتنا. فين الايمج، فين الايمج. نشتغل اد فيلد، تعالى نحط كابشن، تعالى نجيب الكابشن ده نحطه. حلو. هنا الايمج بتاعتنا كانت جايه منين؟ لا انا مش عايز جايه من الاف. طيب المفروض ان احنا عندنا فايل اي دي اللي هي في الفوتو دي. يس، فانا الفايل اي دي ده هاخده واحطه هنا كده. تعالوا نجرب كله ان شاء الله ان هو يشتغل. يعني المفروض ان هو يشتغل. تعالوا كده نعمل اكسكيوت لكله الاول. انا عايز اعمل اكسكيوت لتايمر. حلو، المفروض انه يشتغل هنا. بعت لي الصوره والخبر على التليجرام، لسه ما بعتهمش. حلو، بعتهم اهو. قال لك مارك مش عارف ايه. طيب تعالى نعمل ابروف. بس عشان نعمل ابروف لازم نشغل الورك فلو التاني. فتعالى نشغل الورك فلو التاني. لا مش ده بقى، اعمل ده ستوب، اعمل ده ستوب، ستوب ستوب. حلو، وتعالى نشغل ده. طب ده دلوقتي مستني مني ان انا ابروف او اريجكت. فتعالى ابروف. المفروض ان انا لما ابروف اللي هيحصل هنا، ماشي. قال لك لا انا ما عرفتش ابعت المسج. ليه بقى؟ اوكي، قال لك شات نوت فاوند. ماشي، هو غالبا الخطأ ده بسيط قوي غالبا، بس ان احنا عايزين نحط هنا ات. تعال نجرب نعمل اكسكيوت لدي تاني. حلو جدا، بعت رساله. هل بعتها على الجروب؟ حلو جدا، بعتها على الكوميونتي. كلام هايل جدا جدا جدا. طب تعال نجرب الورك فلو تاني كله مع بعض. تعال نعمل ببلش ونقول له الفيرجن نيم مثلا. اوكي ده اول فيرجن. قال لك ماشي نعمل ببلش. جوت ات. خلاص كده احنا عاملين ببلش. تعالى بقى انا عايز اكسكيوت ده. حلو، حلو جدا. هو بعت فعلا الرساله اهو. فبس هي النوت دي مش شغاله. فانا لما اجي اعمل ابروف، لا لو عملت ابروف بعتها على طول. نايس، طب بعتها على طول اول ما دوست ابروف. حلو جدا. بس كده، بس كده رائع. طبعا بعد كده لما ندوس ابروف هو يبقى بقى تليجرام، ديسكورد، فيسبوك، انستجرام، وكمان هننزلها على يوتيوب. بس طبعا الموضوع ده هياخد وقت، فالفيديو ده اصلا بقى طويل جدا، فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لو انتوا عايزين ان انا اكمل في السلسله دي، فقول لي، اكتب لي كومنت تحت، قول لي عايزين الجزء الثاني او بارت 2. ما تنسوش تعمل لايك للفيديو ده عشان تدعمني، واكتب لي اقتراحاتك في الكومنتات للجزء الثاني. اشوفك الفيديو الجاي. سلام يا هندسه.